السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا في صحه جيده يا رب. ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو كامل بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله حبيت ندير وصفه المقيرط، يعني وصفه رائعه، وصفه ناجحه، انا شخصيا نحبها. يجي خفيف، يجي كما نقولوا يذوب في الفم. تبعي حنعطيك مقادير صغيره وتحبي تضاعفي المقادير ضاعفي، غير حبيت نقول لك بلي يسمى وصفه ناجحه وانا يعني حياتي كاع نخدم بها. اذا هذه الوصفه ان شاء الله عندي 3 كيسان هكذا تاع سميد، هاوليك انا اللي خدمت به. انا نحب نخدم بهذا الخاشن لانه هو في الحقيقه ما يجيش خاشن، هاوليك يجي متوسط. هما الخاشن تاع هاد الموله هذه يجي متوسط، هاوليك هذا سبيسيال تاع المقروط. عندنا الكيله الثانيه ما تكونش بومبيه، تكون ممسوحه ثانيه. وعندنا الكيله الثالثه، عندنا شويه ملح هكذا باش ما يجيناش صامت. عندنا كيله سمن ناقصه صباع نكملوها بالزيت هكذا، هايديك فوالا. اذا نبسوا هذه المقادير جيدا. هنا عطيت لكم كيله صغيره وراح يخرج لنا باسكو المقيرط يخرج يجي صغير. الله اكبر صوت الحق. اذا هنا السر باش ما يتفتحلكش، الا خفتي يتفتح لك نعطيك واحد السر، ديري بياض تاع حبه بيض هكذا. اذا في نفس الكاس اللي كيلنا فيه السمن والسميد نروحو نكيلو به نصف ماء ونصف ماء زهر. نحلو هذاك شويه بياض بيض هكذا نحلوه، لازم تحلي البيض ديالك هكذا، ونبداو نبلو في المقروط تاعنا ولا المقيرط تاعنا. بسم الله هكذا بهذه الطريقه، وخليه يرتاح غير 3 دقائق حتى يشرب لك كامل. اذا نغطوه 3 دقائق 4 دقائق تلقايه كامل شرب لك. اذا عندنا العجين تاعنا نخدموا حربوش يكون طويل ورقيق بهذه الطريقه. رقيه هكذا، فتحيه هكا بيدك، سكميه ودوريه، سقميه جيدا هكذا. رقيق باسكو المعروف تاع المقيرط تاع برا يجي رقيق. ونبداو نقطعوه بسم الله في المقيرط تاعنا بهذه الطريقه. بهذه الطريقه كبيرو كامل. اذا نسقمي الحبات تاع المقيرط تاعك هكذا بهذه الطريقه، يجي الشكل تاعو الصغير يوالم مع لاتاي، حاجه معسله هكذا. سقميلو كامل الاطراف تاعو. نروح نزيد نفتح بهذا الشكل. ديري الحربوش تاعك طويل هكذا، سقميه ونجو نقطعو المقيرط تاعنا. تحبي ديريه شويه كبير عندك الاختيار. اذا نروحو نقليو المقيرط تاعنا. انا راح نقليه في السله، عندي هذيك المقله تاع السله، وانتي وين عندك اقليه. نسقمو كامل نروح نقليه ان شاء الله. اذا نروحو نقليوه ان شاء الله مع بعض. اذا هنا عندي الزيت تاعي درت سخن. نسيو دائما سيي عجينه هكذا وشوفي الزيت تاعك الا سخنت، الا بدات تقلى عرفي بلي الزيت تاعك سخنت. اذا انا هنا الزيت تاعي هاي ليك راهي سخنت. نروح نحط المقيرط ديالي. اذا نروح نحطوه ونخليه يطيب.
حاوليك خلوه ما تمسوهش، خليه كيما راه. الزيت تكون كافيه باش يتقلى لك من الفوق ومن التحت هكذا باش ما تمسيهش كامل. هي فاش مليحه هاد السله يعني ما تمسيش كامل المقروط ديالك. انا نحتمدها بزاف هذه، يعني المقله راهي قديمه عندي بزاف في القلب. لان هاو المقيرط تاعنا كيفاش حمار يجي ما شاء الله. مباشره نرموه في العسل، اذا مباشره نرموه في العسل. اذا مباشره نرموه في العسل ونخلوه يتعسل لو طون اللي نزيدو نقليو المقله الثانيه. نروحو نقليو الثانيه. اذا هاوليك المقيرط تاعنا كيفاش طاب يجي ما شاء الله. هاوليك خليناه في الحسل تاعو باش يزيد يتعسل للقلب. هاوليك يجي يعني يجي صغير متحوف هكذا. ندير لونه الجلجلان من الفوق هكذا شويه فقط كتزيين. حمصيه برك انتي الجلجلان، حمصيه باش يعطيك بنه. نتمنى تعتمدي هذه الوصفه في رمضان لانها وصفه ناجحه. يعني هاوليك بلا تمر بلا لوز درناه. تقدري ديري مقيرط وتتمتعي به وتاكليه. تحبي المره الجايه ان شاء الله نديرهولك بالتمر ولا باللوز نديرهولك ان شاء الله. نسم لكم حبيبه باش تشوفوا يعني يجي معسل للقلب يجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعتمديها في رمضان مع لاتاي يعني تجي رائعه. بسم الله. هايديك غير ترفتيه يعني يتواسالك في يدك. شوفوا كيفاش يجي معسل يجي رائع ويجي خفيف خفيف خفيف. ها شوفي يدوب في يدك. شهيتك في الجنة حبيبتي ومع السلامة.